السلام عليكم. محاضرة النهاردة بعنوان الإليمنتري سيجنالز. الإليمنتري سيجنال بيقول إن هي عبارة عن مجموعة من الإشارات البسيطة اللي إحنا هندرسها واحدة واحدة دلوقتي بالتفصيل، ثم بنستخدم الإشارات البسيطة ديت عشان نقدر إن إحنا نبني ونحلل إشارات أكثر تعقيدا. هنعرف إزاي الكلام ده أثناء المحاضرة، تمام؟ فعندنا أول سيجنال عندنا بنتكلم عنها وهي اليونت ستيب سيجنال اللي هي برمزها يو اوف تي. يو اوف تي عشان نقدر ان احنا نعرفها، فبيقول لك بالنسبه للكونتينوس تايم سيجنال، لو انا هعرفها ككونتينوس تايم سيجنال فهي بتبقى بالشكل ده، ان اليو اوف تي بتساوي صفر طول ما انا اقل من التايم زيرو. اقل من التايم زيرو انا بصفر، اللي هو بالاحمر ده كده، تمام؟ انا اقل من التايم زيرو يبقى انا قيمتي صفر، وانا بيساوي واحد لما التي بتاعتي تبقى اكبر من او تساوي الزيرو، تمام؟ فده كده التعريف بتاع اليونت ستيب سيجنال اليو اوف تي. طيب اليو اوف تي دي احنا بنستخدمها ازاي في الواقع؟ قال لك مثلا افرض ان انت عندك بطاريه بالشكل ده، البطاريه دي ليكن 6 فولت، تمام؟ وعندك مفتاح هنا كده هنفتحه عند او هنقفله لما يجي الزمن صفر، او عند التي بتساوي صفر هنقوم قافلين المفتاح ده ونقيس الجهد. ساعتها ايه اللي يحصل؟ الجهد طول ما انا اقل من التايم ايكوال زيرو، طول ما انا التي بتاعتي اقل من زيرو، تمام؟ انا مفيش جهد بيتقاس. الجهد ايه؟ الجهد صفر، تمام؟ اول ما قفلت المفتاح عند الزمن تي بتساوي صفر، لقيت مره واحده اتنقل من كوني صفر الى كوني ايه؟ 6 فولت، تمام؟ حلو قوي. يبقى اذا اليو اوف تي دي بنقدر ان احنا نستخدمها عشان اعبر عن مفتاح تم تشغيله عند الزمن صفر. طب هل عند الزمن صفر بس؟ يعني هو سؤال، هل ان انا عند تايم صفر بس؟ لا، مفيش ادنى مشكله ان يكون السيستم بتاعي ده بدأ اصلا قبل كده وشغال، تمام؟ وانا قمت ضايف حاجه معينه، الحاجه ديت ما بتشتغلش الا عند زمن تي بتساوي 2، اللي هو بعد ما السيستم بدأ بثانيتين. فيوم اللي يحصل كانها برضه تمثلها كده، ان عند تي بتساوي 2 تقوم رافع واحده يونت ستيب، وقبلها ما كانش موجود، كان بصفر، وهكذا، تمام؟ يبقى اذا ده تمثيل مين؟ تمثيل اليونت ستيب، ان هي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن كونستانت، حاجه كونستانت ممكن تعتبرها بطاريه تدي لك مثلا 6 فولت، فهم عاملينها بالشكل ده. فلو انا همثل الكلام ده ماثيماتيكالي فبنقول عليها ان اكس اوف تي السيجنال بتاعت البطاريه هي عباره عن 6 في يو اوف تي. بدل ما اكتب 6 كده وافضل ثابته، لا، قال لك طالما هي بطاريه وبتشتغل عند زمن معين يبقى اجي عند الزمن اللي اشتغل فيه واقوم عامل ايه؟ عامل اليونت ستيب بتاعتي كده. فاللي خلى السته تبقى مش بتبقى بادئه من هنا، مش بادئه طول الزمن، يعني هي السته المفترض وانا برسم سته تبقى عامله كده عند السته وايه؟ وكونست، تمام؟ لو قلت اكس اوف تي بتساوي 6. طيب عشان اخليها بالشكل ده، اللي هو عند زمن معين تبقى هنا والباقي كله صفار، فقال لك ايه؟ خلاص اضربها في اليو اوف تي، اضربها في اليو اوف تي. فدي كده اهميه اليو اوف تي عندنا. طيب جميل قوي. كاتب لك الكلام اللي انا بقوله. ايه رايك لو المفتاح ده اتقفل بعد عند 2 ثانيه؟ يبقى انا عند 2 ثانيه اقوم طالع الايه؟ الطلعه بتاعه ال 6 فولت بتاعتي، تمام؟ وساعتها الاكس اوف تي هتمثل بالشكل ده 6 يو اوف تي ماينس 2. ليه؟ لان الزمن بتاع حضرتك بدأ عند 2، تمام؟ انت بتعرفها ازاي؟ بتخلي اللي جوه اليو ده، تخلي اللي جوه اليو ده بصفر، تمام؟ اللي جوه اليو ده طالما هو صفر يبقى دي بدايه الايه؟ بدايه الطلعه بتاعت اليو، تمام؟ فساعتها اليو طلعت لما اخلي ده بصفر يبقى تي ناقص 2 بيساوي صفر. فده معناه ان التي ايكوال ايه؟ التي ايكوال 2. يبقى عند التي بيساوي 2 طلع الطلعه بتاعته، تمام كده؟ طيب كمان بيقول لك نقدر من خلال اليونت ستيب نمثل اشارات تبدا عند زمن معين. اشاره تبدا عند زمن معين زي دي كده بالظبط، بدات عند الزمن 2 ثانيه، ماشي؟ من خلال ضرب الاشاره، بيقول لك من خلال ان انا امسك الاشاره دي اضربها في اليو وفي التي موجب او ماينس الاي ده الزمن اللي انت عايزه، تمام؟ لو سبتها تي بس يبقى الزمن بتاعك حضرتك صفر، يبقى قيمه الاي بصفر. طب تي زائد 2 يبقى اساوي ده بالصفر، يبقى التي بتساوي ايه؟ تساوي سالب 2، تمام؟ يبقى انا عندي الطلعه بتاعتي بدات منين؟ بدات من عند سالب 2، هوب طلع ومشي بالشكل ده كده، تمام كده؟ تبقى بايه؟ يو اوف تي بلس 2، تمام؟
يبقى انا اقدر من خلال اليونت ستيب دي امثل اي اشاره عند زمن معين من خلال ضرب الاشاره دي في اليو اوف تي موجب او سالب الاي. طيب الحته دي برضو ليها تفسير تاني، او يعني نقدر نستفيد منها في حاجه كمان، ايه اللي الا وهي ايه بقى؟ تخيل ان انا عندي حاجه بالشكل ده كده مثلا، يعني لو انا قمت راسم لك حاجه بالشكل ده كده، وقمت قايل لك ايه، ان انا عندي مثلا السيجنال ديت حاجه بالشكل ده كده عامله كده، تمام؟ وانا عايز اقول لك ان الفانكشن دي انا عايزها تبدا عند الزمن زيرو، يعني لو انا ارسمها بالاحمر كده عند الزمن زيرو. فقال لك بسيطه يا عم، لو انا رحت ضربت ده في اليو في تي، الاقي ايه؟ انا صفرت كل اللي قبل الزيرو، صفرت لو انا بضرب دي بدي، فتلاقي الجزء ده كله طار، فخد الفانكشن من اول فين؟ من اول هنا كده، فتلاقي الشكل بقى عامل كده، تمام؟ ودي ده اهميه كبيره بالنسبه لل اليو اوف تي، دي اهميه كبيره جدا في السيجنال اند سيستم، تمام؟ طيب ده كده كان بالنسبه للديسكريت الكونتينوس تايم سيجنال، تمام؟ اما بالنسبه للكونتينوس تايم او الديسكريت تايم سيجنال، الديسكريت تايم سيجنال ان انا بقسمها سامبلز فنفس الشكل، يعني هناك كانت عامله كده، انا عندي الزيرو وانا ايه وماشي، تمام؟ هنا لا، قال لك هنا بنشتغل سامبلز، طول ما انت عندك بتبقى الشكل كده يو اوف ان، تمام؟ بتساوي زيرو طول ما ان اقل من الصفر، هنا كده صفر، هنا صفر، هنا صفر. طب عند الصفر وما بعد الصفر تساوي ايه؟ تساوي واحد، اهو واحد 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 واحد. اللي ما بين الصفر والواحد مش موجود، ما بين الواحد والاثنين مش موجود، دي سامبلز عند قيم الان فقط. دي احنا شرحناها المره اللي فاتت وعرفنا الديسكريت تايم سيجنال ده بيبقى شكله عامل ازاي وحكايته ايه، ده كان ليه فيديو لوحده واشتغلنا عليه لوحده، تمام؟ طيب السؤال ده هيلخص لك الدنيا بقى، هيلخص لك الدنيا في التعامل مع اليو. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اديتك سيجنال بالشكل ده اكس اوف تي، بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، حاجه عامله كده، تمام؟ بادئه من عند السالب نص ومنتهيه عند النص، وقلت لك ريبريزنت باي يونت ستيب، مثلها لي من خلال اليونت ستيب. جميل، امثلها ازاي من خلال اليونت ستيب؟ انا عارف ان دي، بص، قال لك ايه، تعالى بس ناخد شويه رسومات كده الاول عشان نعرف نرسم دي، ناخد شويه رسومات كده وايه وانت تقتنع بالكلام اللي انا بقوله يعني. طيب بيقول لك شايف انت دي اليو هنا بدأت مين؟ بدأت عند سالب نص، وقبل السالب نص كانت بصفر، وبعد السالب نص بقى شكلها بالشكل ده كده. فأصبح ان انا الارتفاع بتاعها ايه، مش واحد بقى، هنا الارتفاع بتاعها ايه، فخلاص حطيت الايه قبل اليو، ماشي. قلت يو في تي، قال لك ساوي ده بالايه، لو انت خدت بالك احنا بنساوي ده بالصفر عشان نشوف هيطلع امتى. فلو قلت لك تي زائد نص بيساوي صفر، فده معناه ايه؟ ده معناه ان التي بتيكوال سالب نص، اللي هي مين؟ اللي هي دي، تمام؟ تمام، عشان كده كتبناها بالشكل ده كده. جميل قوي. طب ايه رأيك لو انا عكست الاتجاه، خليتها هنا عند نص كده، وقمت طالع ايه وماشي في الاتجاه العكسي، مش ماشي كده؟ قال لك طالما مشيت في الاتجاه العكسي يبقى التي اتضربت في سالب مبدئيا، التي اتضربت في سالب مبدئيا، تمام؟ طيب لو انت خدت بالك هتلاقي ان انا عندي سالب تي خلى وشها ايه؟ خلى وشها في الاتجاه ده. جميل قوي. طب انا عايز اعرف انا هطلع امتى، هطلع امتى؟ قال لك يا عم ساوي ده، ساوي التي، فانا قلت لك سالب تي زائد نص، لو انا ساويتها بالصفر هيبقى كانها تي بتساوي ايه؟ كانها تي بتساوي نص، وديت السالب تي الناحيه التانيه. فكده انا عرفت انا هطلع عند مين؟ عند النص موجب نص، كده عرفت ان انا هطلع عند موجب نص، وشها كده ولا وشها كده بناء على اشاره مين؟ بناء على اشاره التي، تمام؟ طيب وبناء دي كده ايه، وبناء عليها دي كده رسمت، دي كده التمثيل بتاعها رياضيا. طيب انا عايز امثل مين؟ عايز امثل دي. رايك احنا ممكن نعملها ازاي؟ ببساطه خالص، ايه رايك لو انا قمت واخد من عند السالب نص كده يونت ستيب، تمام، لحد انفينيتي، وقمت واخد يونت ستيب برضو من عند النص كده، وقمت طارح دي من دي، هيتفضل ايه؟ هيتفضل الجزء ده، صح؟ اللي هو مين؟ اللي انا عايز اعبر عنه، اللي هو ده، تمام؟ هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. فتعالى كده هنعتبر ان دي كده اكس ايه؟ اكس واحد اوف تي، تمام؟ وقلت الاكس واحد اوف تي دي وشها فين؟ وشها كده، يبقى انا عارف ان التي بتاعتي ايه؟ التي بتاعتي موجب، ماشي، جميل قوي. تي موجب او سالب كام؟
يديني في الاخر سالب نص. يبقى انا ايه؟ يديني في الاخر صفر. سوري، يديني في الاخر صفر. فلو انا حطيت هنا، المفروض احط هنا ايه؟ المفروض احط هنا زائد نص، صح؟ عشان دي تروح الناحيه التانيه تبقى سالب نص، يبقى تي عند سالب ايه؟ عند سالب نص طلعت. تمام؟ يبقى انا هنا دي كده امثلها ازاي؟ امثلها عن طريق الارتفاع بتاع الامبليتيود بتاعي اعتبره واحد. تمام؟ مديولي واحد، فهنا واحد. خلاص، يبقى انا هتعامل ايه؟ الامبليتيود بتاعي واحد، يبقى يو اوف التي، تي موجب عشان وشها كده. تمام؟ واقول زائد نص عشان الارتفاع بتاعي كان عند سالب ايه؟ الطلعه بتاعتي كانت عند سالب نص. تمام كده؟ فيبقى انا كده رسمت اول واحده. الثانيه هيبقى نفس الكلام، هتبقى يو برضو اوف الايه؟ اوف التي، لان وشها كده. تمام؟ وفي نفس الوقت هيبقى عند النص، فنحط هنا ايه؟ سالب نص عشان نخلي لو اللي جوه بيساوي صفر يبقى التي بتساوي ايه؟ نص، يبقى ايه؟ طلع عند النص. تمام؟ نحطهم نطرحهم ولا نجمعهم؟ قال لك اطرحهم، نطرح دي من دي عشان يديني ايه؟ يديني دي. فتلاقي ان دي طرح دي في الاخر بيبقى عباره عن ايه؟ هنا الايه بواحد، يعني هنا قيمه الايه بواحد. تمام؟ يبقى يو اوف تي موجب النص ناقص يو اوف تي سالب نص. يبقى انا قدرت امثلها، امثل اكس اوف تي اللي هي ديت من خلال مين؟ من خلال اليونت ستيب. تمام كده؟ ده كلام مهم جدا وهتحتاجه في الشغل كتير جدا بعد كده. تمام. طيب، بيقول لك ممكن نستفاد منها في حاجه كمان، ايه الا وهي؟ احنا عارفين ان المكثف لما بيجي يفرغ شحنته بيفرغها بالشكل ده كده، يفضل متخزن فيه الشحنه ومره واحده يبدا ايه؟ يفرغ. التفريغ بتاعه بيمثل بالشكل ده كده، اكسبوننشال باور سالب تي على الار سي. الار سي دي اللي هي بيسموها التاو. تمام؟ فبناء على قيمه الار سي الشكل بتاع الكيرف ده بيتغير، ممكن يبقى نازل كده، ممكن يبقى نازل كده، ممكن يبقى نازل كده. بناء على ايه؟ بناء على قيمه الار سي. الكلام ده ليه علاقه بالسيركت شويه. تمام؟ مالناش دعوه بيه دلوقتي. خلينا نفهم بس ايه؟ خلينا نفهم ان انا عندي سيجنال بالشكل دي كده طالعه من دايره كهربائيه. فانا عايز امثل الشكل ده او امثل الدايره دي رياضيا عشان اعرف اتعامل معاها كسيجنالز يعني. تمام؟ فقال لك ايه؟ قال لك احنا ممكن نعتبر ان الفي اوف تي دي في اوف تي اللي هي ديت، هي عباره عن الاكسبوننشال سالب تي ار على ار سي. ما هو الاكسبوننشال ده المفروض جاي كده، صح؟ بس بشرط ان التي بتاعتك تكون اكبر من او تساوي زيرو. تمام؟ وان التي اقل من الزيرو قيمه الفولت بتاعي بيساوي صفر. ممكن نعبر عنها كده؟ ممكن نعبر عنها كده. طب احنا ممكن نختصر الكلام ده على طول؟ نختصر الكلام ده على طول. انا ممكن اضرب دي على طول في يو اوف تي. معناها ان انا ضربتها في يو اوف تي، انا كده كده صفرت الايه؟ الجزء اللي قبل الصفر. طالما ضربتها في يو اوف تي انا صفرت الجزء اللي قبل الصفر، لان كده كده اليو اوف تي عباره عن ايه؟ صفر هنا، صفر يتضرب في اي حاجه بصفر. تمام؟ فانا ضمنت ان اي حاجه هتبقى هنا بصفر، والواحد هيخلي دي بالايه؟ الاشاره بتاعتها زي ما هي، واحد يتضرب في الحاجه تطلع نفس الايه؟ نفس الحاجه. تمام كده يا فندم؟ طيب، الكلام ده مهم جدا في الشغل في السجن. طيب، تعالى كده، ايه رايك لو حبينا ان احنا نيجي نفاضل اليونت ستيب اليو اوف تي؟ لو انا حبيت افاضل اليو اوف تي نفاضلها ازاي؟ قال لك ايه بقى؟ قال والله انه التفاضل بيعبر عن ايه؟ التفاضل بيقيس معدل التغير. فلو انا جيت بصيت لليو اوف تي ده رسمتها دي شكلها. تمام؟ فقبل الزيرو هلاقي ان التغير بتاعي صفر ثابت، مفيش تغير اصلا. صفر ايه؟ ثابت، هنا مفيش تغير. وبعد الزيرو هلاقي ان مفيش تغير برضه، ثابت مفيش تغير. تمام؟ التغير بيبدأ منين؟ بيبدأ من كل ما قرب من الصفر نيجاتيف وقرب من الصفر بوزيتيف. تمام؟ هنا حصل التغير من كونه صفر إلى مرة واحدة واحد. ده بيسموه تغير عنيف. التغير العنيف في الرياضة بيمثل بحاجة اسمها الإمبلس. يمثل بحاجة اسمها الإمبلس. طيب، تعال نفهم بقى الموضوع واحدة واحدة ماشي ازاي. بيقول لي سيادتك ايه؟ إنه دلتا لما جيت أفاضل اليو في تي، أنا عايز أسأل اليو في تي تفاضلها بإيه؟ تمام. فبيقول لك حصل تغير مفاجئ جدا عند التي بتساوي صفر بمقدار واحد. هذا التغير المفاجئ جدا بيتم تمثيله رياضيا من خلال حاجه اسمها الامبلس اللي هي دي دلتا، او الامبلس دي رسمتها. تمام؟
فمن هنا عرفنا ان تفاضل اليو اوف تي بيساوي الايه؟ الامبلس عند تايم 0. تمام. هو بيقول لك ان الامبلس دي بتبقى حاجه بالشكل ده كده، ان هي بتبقى المساحه بتاعتها، انا هنعرفها كمان شويه يعني. مساحه الامبلس دي بتساوي 1، المساحه بتاعتها بتبقى حاجه العرض بتاعها قليل جدا 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 والارتفاع بتاعها انفينيتي، وهنعرف ليه الكلام ده دلوقتي. تمام. دي كده الايه؟ شكل الامبلس، وبيقول لك ان المساحه دي في الاخر هي بتساوي ايه؟ بتساوي 1. تمام. لما نيجي نشوف ندرس الامبلس هنفهم بقى الكلام ده بالتفصيل شويه. طبعا خلينا احنا دلوقتي لسه في اليونت ستيب. جميل قوي. انا بس عرفتك ان لما جيت افاضل اليونت ستيب طلع في الاخر التفاضل نتيجه التغير المفاجئ من الصفر للواحد نتج كده ايه؟ زي نظام ايه؟ تغير عنيف نتج امبلس. الامبلس دي بنسميها الدلتا اوف تي. تمام. اليونت ستيب بقى لما جيت اكملها قال لك التكامل يعني ايه؟ تكامل هندسيا، تكامل يعني تجميع مساحات، صح كده؟ فلو انا عندي يو اوف تي بالشكل ده وانا عايز اجمع المساحات، فكلما زاد الزمن ماشي تتراكم مساحة الستيب، المساحة دي زائد المساحة دي زائد المساحة دي زائد المساحة دي وهكذا. تمام. بمعدل ثابت لأنها ثابتة. حلو أوي. وده يعني إيه؟ لما تيجي تشوف إن التكامل، لما جيت هنا دي تكامل اليو اوف تي، قال لك إيه؟ أنت هنا المساحات كانت صفر، تمام؟ صفر 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 صفر. أول ما بدأت الستيب بدأ يزيد أهو، تتراكم 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 لحد انفينيتي. فلما تيجي تشوف الرسمه دي معناها ايه رياضيا؟ قال لك الرسمه دي حاجه اسمها الار اوف تي. ار اوف تي مين الار اوف تي دي؟ قال لك الار اوف تي دي هي عباره عن التي، ولكن بدايه من، يعني لما اجي اقول لك الاكس اوف تي السيجنال بتاعتك هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن تي. فلو انا رسمت التي بس هيبقى الشكل ده كده. ما انا عايز اخد الحته دي بس من اول هنا وانا طالع. قال لك خلاص يا عم اضرب فيو. لما اضرب فيو انا كده صفرت الجزء اللي تحت ده، تمام؟ يبدا يظهر بس الجزء اللي فوق بس، اللي هو من بعد الصفر، من بعد التي بصفر يبدا يظهر اللي هو مين؟ اللي هو ده. فدي كانها تي في اليو في تي. دي بيسموها حاجه اسمها اليونت رامب، هندرسها برضو لوحدها بالتفصيل. فاليونت رامب دي اللي هي الار اوف تي دي عباره عن ايه؟ التي في اليو في تي. اذا دلوقتي احنا عندنا خدنا اليو في تي، لما فضلناها فضلت ادتني مين؟ ادتني الامبلس اوف تي. لما اتكملت هنا دي على دي تي، تمام. لما اتكملت اليو اوف تي ادتني حاجه اسمها ايه؟ الار اوف تي. الار اوف تي دي عباره عن تي في يو اوف تي. تمام. انا ملخصهم لك هنا اهو لوحده. بيقول لك ان التفاضل يو اوف تي عباره عن دلتا تي، وان التكامل يو اوف تي دلتا تي عباره عن الار اوف تي، وان الار اوف تي دي هي في الاخر عباره عن ايه؟ ار اوف تي عباره عن تي في اليو اوف تي. جميل قوي. طيب كده احنا خلصنا ايه؟ خلصنا اليونت ستيب. تعالى بقى نتكلم على الفانكشن الثانيه الاكثر اهميه في عالم السيجنال اند سيستم وعالم الكوميونيكيشن، الا وهي الامبلس فانكشن. الامبلس فانكشن او يونت امبلس فانكشن دي اللي هي الدلتا اوف التي. بيقول لك ان الدلتا اوف تي دي لما تيجي تعرفها بيتم تعريفها من خلال حاجتين. بيتم تعريفها من خلال حاجتين. ان انا اقول دلتا تي بتساوي صفر فور لكل التايمز بتاعتي، هي بتساوي صفر لكل التايمز ما عدا مين؟ ما عدا عند الصفر. طب عند الصفر تعريفها ايه؟ ده تعريفها التاني انه التكامل بتاع الدلتا تي، دلتا تي بيساوي 1. تكامل الدلتا تي دي تي تساوي ايه؟ 1. ده معناه ان المساحه بتاعه الكيرف او المساحه بتاعه الامبلس ديت هي عباره عن 1، لان لما كملت من انا ما اقدرش. بصوا كانت المشكله فين؟ المشكله ان انا عشان اعرف السيجنال بالشكل ده انه انت قلت لي ان هي بتساوي صفر عند كل القيم ما عدا الصفر. طب عند الصفر يا فندم بكام؟ انا ما اقدرش اقول لك بكام. ما اقدرش اقول لك بكام في التايم. في التايم دومين ما اقدرش اقول لك السيجنال عند الصفر قيمتها كام، قيمتها انفينيتي. فده بالنسبه لنا مش تعريف. دي كده السهم بتاعك ده طالع لانفينيتي، فده بالنسبه لنا مش تعريف. فنوصفها ازاي؟ قال لك اوصفها من خلال التكامل. ان انا لما جيت اكامل الفانكشن بتاعتي من سالب انفينيتي لحد انفينيتي، ان انا اجمع المساحه من اول هنا لحد هنا كله صفار 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 ما عدا عند الصفر، فجمع ماشي اللي عند الصفر.
فلقينا اللي عند الصفر ده انا واحد، وعشان كده المساحه بتاعه الامبلس فانكشن تمام قيمتها ايه؟ قيمتها واحد. تمام، دي بيسموها السترينث وليس الامبليتيود. الامبلس فانكشن يعني بنعبر عنها من خلال السترينث بتاعها بيساوي واحد، او تعبر عنها من خلال الانتجريشن من سالب انفينيتي لانفينيتي at time equal 0 عند التي بيساوي صفر. تمام. طيب بيقول لك بقى جت منين الحكايه ديت؟ بيقول لي سيادتك ايه؟ احنا عارفين ان السترينث بتاعها بيساوي واحد. تمام. طيب وان المساحه بتاعت حضرتك، تعال ندرس المساحه كده ونشوفها ليه المساحه بتاعتنا بتساوي واحد. تمام. لو انا خدت دلتا او خدت مساحه المستطيل ده من هنا كده لحد هنا، هلاقي ايه؟ هلاقي ان العرض المستطيل ده هو بادئ من عند سالب دلتا على 2 لحد موجب دلتا على 2 اللي هو دلتا، صح كده؟ وعشان مساحه المستطيل ده هو واحد، فالمفترض الارتفاع بتاعي يكون ايه؟ واحد على دلتا، صح كده؟ عشان لما اضرب واحد على دلتا في دلتا يديني ايه؟ يديني واحد. حلو. اما ايه رايك لو انا قللت الدلتا دي كتير؟ لما قللت الدلتا بصيت لقيت ان واحد على دلتا مالها؟ زادت. بقت بالشكل ده كده. تمام. ما زالت الاريا ايه؟ ما زالت الاريا واحد. جميل قوي. افضل اقلل الدلتا كتير 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 لحد ما تبقى حاجه كده ايه؟ تقول للصفر. تقول للصفر. تمام. لما الدلتا بتاعتك تقول للصفر يبقى واحد على دلتا يقول لي ايه؟ يقول لي انفينيتي. عشان كده بنقول ايه؟ ان الدلتا بتاعتنا هي الجزء ده دلتا صغيره جدا 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 تقول للصفر، ولكن الارتفاع بتاعها كبير جدا يقول لي ايه؟ يقول لي انفينيتي. حلو كده؟ كل ما العرض يقل الارتفاع يزيد، عشان المساحه في الاخر ثابته وتساوي قيمه واحد. فلما العرض يقترب من الصفر الطول يقترب من ايه؟ يقترب من ما لا نهايه. تمام. احنا عارفين معلومه مسبقه ان تفاضل اليو اوف تي كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الدلتا تي. فبالمنطق انه لو جيت كملت بالعمليه العكسيه بقى، لو جيت كملت الدلتا اوف تي المفترض انها تديني مين؟ اليو اوف تي. تمام. يبقى اليو اوف تي بيساوي ايه؟ تكامل الدلتا اوف تي، ولكن التكامل من اللي فين؟ من سالب انفينيتي لحد انفينيتي. وده منطقي ليه يا فندم؟ لان اليو اوف تي هي عباره عن قيمه واحد بدايه من عند الصفر. تمام. وانا بصيت على الامبلس بتاعتي هلاقيها برضو عند الصفر. فوانا ماشي بجمع هنا صفر، ما زالت صفر، ما زالت صفر، ما زالت صفر، ما زالت صفر. تمام. جيت عند الصفر لقيت المساحه بكام؟ بواحد. طلعت لواحد. طب بعدين صفر، ما بزودش حاجه على المساحه، صفر ما بزودش حاجه على المساحه، ما زالت المساحه واحد، ما زالت المساحه واحد، ما زالت المساحه واحد لحد ايه؟ لحد انفينيتي. فلاقي ان الشكل ده هو مين؟ هو اليو اوف تي. بس كده. فعشان كده بنقول ايه؟ بنقول لو انت كملت الامبلس تمام من سالب انفينيتي لحد انفينيتي، فكده معناه ان هي في الاخر طلع لك مين؟ شكل اليو اوف تي اللي هو ده. تمام. الكلام ده مهم جدا فوق ما تتخيل. حلو قوي. طيب نوتس بقى كده ظريفه بتقول لك ايه رايك لو انا كملت من عند الصفر بقرب له من ناحيه السالب ولحد الصفر اللي بقرب له من ناحيه الموجب، كملت الدلتا دي هيديني واحد برضه. ليه؟ كامل يا عم من هنا لحد هنا، والمساحه بتاعتي ايه؟ المساحه بتاعتي اللي في النص دي واحد. خلاص بجمع المساحه اللي المساحه لقيتها واحد. خلاص كده شكرا. واحد. تمام. تمام. ده كلام ايه؟ مهم جدا في الحل عشان تبقى فاهم الدنيا رايحه فين وجايه منين. جميل قوي. طيب قلت لك تعالى مثل لي الاكس اوف تي بتاعتنا. الاكس اوف تي عباره عن 3 تي ماينس 4 بلس 6 الدلتا تي ماينس 2 ناقص 4 دلتا تي بلس 1. تمام. فلو جيت امثلها على خط الاعداد هقوم جاي اعمل ايه بقى يا فندم؟ هاجي عند التي بتساوي عند التي بتساوي 4. احنا بنصفر اللي ماشي. فعند التي 4 عامل دلتا. تمام اهو. التي بتساوي 4 متعامل دلتا. قيمة الدلتا دي كام؟ 3 دلتا تي ماينس 4. تمام. الثانية خلي بالك دي بالبوزيتيف عشان كده وشها لفوق. طب الثانية 6 دلتا تي ماينس 2 يبقى ارسمها فين؟ عند تي ايكوال 2. ماشي. هنساوي اللي جوه بالصفر. فيبقى عند 2 قوم طالع ايه؟ طالع يعني تقريبا اطلع ضعف دي عشان دي 6. تمام؟ يبقى دي 6. طب اللي بعدها ناقص 4 دلتا تي بلس 1. يبقى انا هاجي عند السالب 1 هنا عند تي بتساوي سالب 1. تمام؟ واقوم راسم ايه؟ راسم واحدة وتقريبا ايه؟ تساوي 4. 4 دلتا تي بلس 1. تمام. وممكن كاتبها له بالشكل ده كده. فانا كده مثلت
الاكس اوف تي السيجنال بتاعتي بالشكل ده. تمام. فدي كده كان بنعتبر اكس اوف تي دي سيجنال ايه؟ سيجنال معقده. قدرت ان انا امثلها من خلال ايه؟ من خلال الامبلس فانكشن. تمام. كذلك اليو اوف تي احنا قدرنا نمثل كذا فانكشن من خلال اليو اوف تي، ده ما عملنا فوق قبل كده. عشان كده بنقول ان الاليمنتري سيجنالز ديت مهمه جدا في التمثيل والتحليل السيجنالز بتاعتها. تمام. تعالى بقى نشوف حالتها في الديسكريت تايم بتبقى شكلها عامل ازاي. بيقول لي سيادتك ايه؟ بيقول لي سيادتك نظرا ان في الديسكريت تايم احنا لما بنعملش انتجريشن بنعمل حاجه اسمها سميشن، تجميع. تمام. انتجريشن ده لما كنا بنجمع مساحات، انما هنا احنا بنجمع discrete numbers او discrete ايه؟ values. تمام. فهنا بنستخدم الايه؟ بنستخدم السميشن. وبالتالي طيب لما كنت بتدرس اليو اوف تي، لما كنت بتدرس حضرتك لما كنت بتدرس اليو اوف تي، كان شكل اليو اوف تي في الديسكريت تايم كان عامل ازاي؟ كان هنا صفار، صح كده؟ وعند الصفر كان قيمته بواحد، وماشي وايه؟ وحايد لحد انفينيتي، وهكذا. تمام كده؟ دي كانت مين؟ اليو اوف تي. جميل قوي. طيب لو انا حابب اعرف التغير اللي حصل هنا، عايز اجيب التفاضل بتاع اليو اوف تي، التفاضل بتاعها. مفيش بقى هنا ايه؟ مفيش حاجه اسمها تفاضل، مفيش ديفرنشيشن. يتقلب في الديسكريت تايم الى حاجه اسمها الديفرنس. لو انت بتدرس ديسكريت تايم ما فيش حاجه اسمها ديفرنشيشن، اسمها الديفرنس. الديفرنس ده ليه درجات على حسب انت بتجيب الديفرنس لايه بالظبط. تمام. فهنا انا عايز اقيس الديفرنس ما بين كل سامبل واللي بعدها. تمام. طول ما انا هنا الديفرنس ايه؟ الديفرنس صفر، مفيش تغير. تمام. من عند الصفر، من عند السالب واحد، خلي بالك دي سالب واحد، للصفر حصل هنا ايه؟ حصل هنا تشينج، تغير. التغير كان بقيمة ايه؟ قال لك التغير كان بقيمة واحد. التغير كان بقيمة واحد. عشان كده الديفرنس بتاعنا نتيجة التغير اللي حصل هنا بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. فين يا فندم؟ عند الصفر. طيب عند الواحد لا يا فندم، عند الواحد مفيش تغير. بيساوي ايه؟ عند الواحد لان اللي قبلها كان بواحد واللي بعدها كان بواحد، فواحد ناقص واحد ايه؟ بصفر. فنتج الشكل ده كده اصفار 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 اصفار، هوب عند الصفر بقى بواحد، وهنا الباقي اصفار. فده كده شكل الامبلس في الديسكريت تايم. خلي بالك في الكونتينوس تايم هو كان عامل شكل الامبلس لحد انفينيتي. تمام. هنا لا، هنا عندي واحد بس، هنا قيمته بواحد. هنا مساحته كانت بواحد انما مش قيمته بواحد، هنا اللي قيمته بواحد، الامبليتيود بتاعه هنا بواحد. تمام. فتعريف الدلتا الامبلس بتاعتك في الديسكريت تايم يقول لك ان هي بتساوي واحد at n equal 0 عند السامبل بتساوي 0، وبتساوي 0 عند ال n بتساوي ايه؟ لا تساوي 0. تمام. تمام. انا بقول اشرح لك بقى جت منين اللي انا شرحته لك هنا. الديسكريت تايم مفيش حاجه اسمها ديفرنشيشن، تفاضل، بل في حاجه اسمها ديفرنس، وده اللي بيقيس التغير في الديسكريت تايم. تمام. هنا الديفرنس بين كل سامبل واللي بعدها بيساوي صفر. تمام. الا عند مين؟ الا عند السالب واحد والصفر. هنا الديفرنس قيمته بكام؟ هنا هتلاقي الديفرنس قيمته واحد. عشان كده قلنا ان دلتا اوف ان تساوي واحد عند الصفر. تمام. طيب الديفرنس ده قانونه ايه؟ ان الدلتا دي نتجت نتيجة ايه؟ نتيجة اليو اوف ان ماينس اللي قبلها، صح؟ اليو اوف ان لو انا بدرس هنا ناقص اليو اوف ان ايه؟ ماينس واحد. ليه؟ لو انا عندي هنا جيت قلت لك والله اليو اوف زيرو بكام؟ هتقول لي بواحد. تمام. ده بيو اوف ان ماينس زيرو، يعني ان ناقص واحد. طب ما هو الان كان بكام؟ الان احنا حاطين ان هنا بزيرو، صح؟ يا عم انا عايز اجيب الدلتا وفي الان. تمام. قلت لي ان الان دي بكام؟ الان دي بصفر. تمام كده. فاروح اعوض يا عم هنا يو اوف صفر بكام؟ يو اوف صفر بواحد اهو. طيب هنا لما احط الان بصفر يبقى يو اوف سالب واحد اللي هي دي قيمتها بكام؟ بصفر. اللي هي كام في الاخر؟ تطلع معاك واحد، اللي هي دي. فاصبح هنا طلع قانون من هنا ان الدلتا ان دي بتساوي اليو اوف ان نفسها ماينس اليو اوف ان ماينس واحد. تمام كده. ده قانون مهم جدا، ازاي تعبر عن الدلتا من خلال اليو في الديسكريت تايم. ماشي.
طب انا عندي مجموعه من الدلتات وعايز اعبر عنها باليو. تمام، يعني عايز اجيب اليو من خلال ايه؟ من خلال شويه دلتات جنب بعض، دلتا جنب دلتا جنب دلتا جنب دلتا. فقال لك هنعمل حاجه اسمها سميشن. تمام، اجمع الدلتات دي كلها من عند سالب انفينيتي لحد ان. الكلام ده منطقي؟ اه يا فندم منطقي جدا كمان. ليه بقى؟ تعال ندرسها واحده واحده. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انا خدت الان ديت مثلا بسالب واحد، تمام، يو في سالب واحد. انا عارف مسبقا ان اليو في سالب واحد بكام؟ تساوي صفر، صح؟ جميل اوي. فتعالى كده نجمع. اه، انت عندك الكي من عند سالب انفينيتي هي ماشيه بصفار صفار 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 لحد ايه؟ لحد السالب واحد، لحد ما توصل لحد السالب واحد. تمام. الدلتا قيمتها بكام؟ الدلتا المعروف عنها ان قيمه الدلتا بتساوي واحد لما اللي جوه ده يساوي صفر. تمام. فالكي عمرها ما هتبقى بصفر، عشان كده الناتج بتاع حضرتك هيبقى بايه؟ هيبقى بصفر. تمام، مش بواحد. طيب لو انا قلت لك خلي الان ديت بزيرو، خلي الان بزيرو، فيو في زيرو انا عارف ان هي اليو في زيرو بكام؟ بواحد. جميل. جمع الدلتات. دلتا اوف سالب 3 بصفر، دلتا اوف سالب 2 بصفر، دلتا اوف سالب 1 بصفر، دلتا اوف صفر واحد. يوم يطلع الناتج بتاع السميشن ده كام في الاخر؟ واحد، صح كده؟ جميل اوي، يطلع واحد. عشان كده يو اوف صفر بايه؟ بواحد. جميل اوي. يقوم انت راسم عند الصفر كده ايه؟ واحد. حلو. طب ايه رايك لو الان دي بواحد؟ يو في ان، يو في واحد بواحد. جت منين؟ تعال نشوف. سميشن لحد الواحد. تمام. لو قلت يا عم خلينا نبدا عند سالب 3، سالب 3 دلتا سالب 3 بصفر، دلتا سالب 2 بصفر، دلتا سالب 1 بصفر، دلتا صفر بواحد. تمام، ادي الواحد اللي هيجي من السميشن. دلتا واحد بصفر. يبقى الواحد اللي يجي من السميشن ظهر عندي هنا اهو. تمام، يبقى عندي الواحد ظهر كام؟ قيمه البتاع بكام؟ بواحد برضه. عند الاثنين نفس الكلام هيبقى بواحد، عند الثلاثه هيبقى نفس الكلام بايه؟ بواحد. عشان كده احنا نقدر نعبر عن اليو اوف ان بان هي سميشن من عند الكي من نيجاتيف انفينيتي لحد قيمه الان، لحد قيمه الان. طلع لك اي قيمه لليو اوف ان انت عايزها. حط بس قيمه الان انت عايزها وهقول لك اليو اوف ان دي بتطلع بكام معاك في الاخر من خلال التعريف ده. حلو قوي. مديني اكس اوف ان بالشكل ده، يقول لك عبر لي عنها من خلال الدلتا اوف ان. ده مثال مهم. ماشي، نعملها ازاي؟ نبدا يا عم من هنا، انا عندي السالب 2 يبقى انا عندي ايه؟ دلتا ان بلس 2. تمام. ونزل ولا طلع؟ لا نزل، يبقى سالب. قيمه الامبليتيود كام؟ 2، يبقى سالب 2. ادي اول واحده زائد. ماشي. تاني واحده عند كام؟ عند سالب 1، يبقى ان بلس 1 اهو. يعني ايه؟ بنحاول نخلي اللي جوه ده لما يبقى يساوي صفر، لو ده بيساوي صفر يبقى ان بيساوي ايه؟ سالب 1، يبقى هو فعلا عند قيمه السالب 1. تمام كده؟ ماشي. فوق ولا تحت؟ فوق، يبقى موجب. قيمته كام الامبليتيود؟ 1، يبقى حط 1. تمام. زائد. اللي بعدها عند ان يساوي 0 يبقى حط ان بس. تمام. دلتا فوق ولا تحت؟ فوق، يبقى ايه؟ موجب 1. اللي بعدها عند 1 يبقى ان ماينس 1. فوق ولا تحت؟ فوق، يبقى موجب وقيمة الامبليتيود بواحد بحطها 1. اللي بعدها 2 يبقى ان ناقص 2. تحت يبقى ايه؟ سالب 2. بس كده. تمام، يبقى كده عبرت عنها من خلال ايه؟ من خلال الدلتا اوف الان. تمام. بيقول لك بقى تعالى ناخد شوية خصائص للامبلس، ودي مهمة جدا 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 فوق ما تتخيل. الا وهي بيقول لك لو انا كملت من سالب انفينيتي لحد انفينيتي، دلتا اوف تي ماينس تي تاو، تمام، في الاكس اوف تي، الاثنين دول مضروبين في بعض. الكلام ده منطقي ليه بقى يا فندم؟ الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي الاكس اوف تي عند تي ايكوال تي نوت. ليه بقى؟ تخيل كده انا عندي فانكشن، الفانكشن ديت شكلها عامل كده.
تمام. وقمت انا جاي ضارب الفانكشن ديت في دلتا عند التي نود. تي نود اعتبرها هنا يا عم، تمام. فده كله بصفار. القيمة هنا بكام؟ ركز بقى معايا هنا. دي لما تتضرب في دي هيصفر كل اللي جناب ده ما عدا مين؟ ما عدا النقطة اللي هي التي نود دي عند تي نود، تمام. فقال لك يا عم بسيطة خالص، روح احسب الفانكشن دي عند التي نود بكام، ويبقى ده ناتج الضرب، ويبقى ده ناتج الضرب. جميل قوي، جميل قوي. فالمفترض ان ناتج الضرب ده يبقى ايه؟ هيبقى عبارة عن الاكس عند مين؟ عند التي نود. ما هو في الاخر ده هيبقى ليه قيمة واحدة، صح؟ فلما اعمل انتجريشن، لما اعمل تكامل من سالب انفينيتي لحد انفينيتي، هو في الاخر هيبقى ايه؟ هيبقى نفس القيمه بتاعت حضرتك اللي هي اكس اوف تي نوت، اللي هي دي نفس المساحه ايه اللي اتضربت. يعني مساحه دي بواحد لما تتضرب في ديك هيبقى نفس الايه؟ نفس المساحه بتاعت دي، فاهمني؟ فالانتجريشن مش هيضيف لك حاجه لان هي نقطه واحده، بوينت واحده، تمام. جميل قوي. على سبيل المثال لو انا عندي فانكشن بالشكل ده، تي تربيع زائد 3 تي دلتا تي ماينس 2 مضروبه في دي مضروبه بدي، فساعتها التكامل نتيجه التكامل من سالب انفينيتي لحد انفينيتي بكام؟ هنا التي كام نقطه بكام؟ 2. ماشي، روح يا عم عوض هنا عن التي ب 2، يبقى انا عندي الفانكشن ايه؟ تي تربيع زائد 3 تي عن تي بتيكوال 2، يطلع الناتج معاك كام في الاخر؟ يطلع الناتج معاك 10. 4 زائد 6 ب 10، تمام. ده ليه؟ لانك لما تضرب الدلتا تي في الاكس اوف تي بتصفر الاكس اوف تي اللي عنده قيمه الامبلس اللي هي يعني ايه؟ عند تي ايكوال 0 او عند تي نود عامه، يعني بصفه عامه يبقى عند تي ايه؟ تي نود، تمام. طيب خلي بالك من الحته ديت، انه احيانا يجوا معانا لك ازاي؟ كامل لي من عند سالب انفينيتي لحد الخمسه، تمام. وادي الفانكشن بتاعتك الاكس اوف تي، تمام. وادي الدلتا، بس الدلتا دي ظهر فين؟ عند التي ايكوال 6. قال لا، ده تي ايكوال 6 يعني التكامل بتاعي نهايته قبل تي ايكوال 6. انت المفروض هتجمع لحد الخمسه، من سالب انفينيتي لحد الخمسه، لما المنطقه دي كلها بصفار يوم يطلع الناتج معاك كام؟ صفر. يبقى اركز حدود التكامل بتاعتي ايه. الموضوع مش كده بالسهوله كده. اركز حدود التكامل بتاعتي ايه. لو حدود التكامل بتاعتي من سالب انفينيتي لانفينيتي، خلاص يا عم روح صفر اللي جوه ده، شوف قيمه التي بكام، وروح عوض عن التي هنا في الفانكشن دي، يوم يطلع معاك الناتج. طب الحدود بتاعتي قبل التي بتاعتي، تمام، يبقى انا عندي ايه؟ الناتج بتاعي صفر لان انا بجمع قبل التي ب 6. عارف لو كان قال لي هنا 7، لو كان قال لي لحد السبعه، تمام، يبقى انا كنت هاخد الحته دي معايا، صح؟ يبقى يطلع معاك الناتج كام؟ يطلع تروح تعوض عن التي بقى بكام؟ عن التي ب6 وتعوض هنا، يوم يطلع معاك الناتج لما تعوض، تمام. الكلام ده مهم جدا فوق ما تتخيل. طيب بيقول لك الخاصيه الثانيه في الامبلس فانكشن ان الامبلس فانكشن بتكون ايفن فانكشن، تمام. الخاصيه الثالثه ودي مهمه فوق ما تتخيل، الا وهي بيقول لك ان دلتا A اوف تي اي تي زائد بي، الكلام ده بيساوي 1 على ايه دلتا تي زائد بي على ايه. ليه بقى يا فندم؟ ليه الخاصيه ديت؟ ليه الخاصيه دي مهمه جدا؟ الخاصيه دي ده راجع لفكره بسيطه، ان مساحه الدلتا لازم تكون واحد. فلما اقول A اوف تي انا كده عملت ايه؟ ضغطت العرض بتاع مين؟ هو الامبلس بتاع حضرتك عامل كده، تمام. بس الحته دي صغيره جدا، انا مكبرها لك صغيره جدا، ودي طالعه لحد ايه؟ لحد انفينيتي، تمام. طيب بيقول لك لما تيجي تضرب A في T انت كده بتعمل ضغط للعرض او للفانكشن بتاعتك، بتعمل ضغط للفانكشن بتاعتك. اقنعني. لو انا عندي حاجه بالشكل ده، الداله دي داله ايه؟ داله تربيعيه، صح؟ جميل قوي. يعني لو انا جيت هنا قلت لك ان الاكس هنا اوف تي عباره عن ايه؟ تي تربيع، دي داله ايه؟ داله تربيعيه. جميل قوي، حلو. طيب لو انا قلت لك عوض عن التي عند تي بواحد، يطلع الاكس اوف تي بكام؟ واحد تربيع اللي هو بواحد، صح كده؟ طيب ايه رأيك لو انا قمت ضارب التي ديت في 2؟
فاصبح 2 تي تربيع. انا ضربت هنا في ايه، كانك جيت ضربت في ايه. فلما اعوض عن التي بواحد، يوم يطلع الاكس اوف تي بتاعتك بكام؟ باتنين، صح؟ يعني عند الواحد هنا كانت قيمته بواحد، لما ضربته في ايه بقت شكل البتاع عامله كده. عند الواحد تي بواحد بقت قيمتها كام؟ قيمتها اتنين. فهنا حصل ايه؟ حصل كومبريشن، ضغط للسيجنالز بتاعتك. حلو. ده اللي انا عايز اوصله لك بقى، انه الاي اوف تي دي عملت ضغط للعرض بتاعت السيجنال، وبالتالي الارتفاع بتاعك زاد، لان في الاخر المساحه بتاعتي واحده اللي هي قيمتها كام؟ قيمتها واحد. تمام؟ طيب، يبقى الارتفاع بتاعي زاد بمقدار ايه؟ بمقدار ايه مره. فعشان اتخلص من الموضوع ده لازم اقسم على ايه بره، عشان اتخلص من الموضوع ده، عشان في الاخر تبقى المساحه واحده، تبقى المساحه قيمتها واحد. تمام؟ ده بالمنطق. طب بطريقه اخرى رياضيا، تعالى يا عم نحسبها رياضيا. يقول لك ايه؟ لو انا عندي دلتا اوف تي بكاملها، ده التكامل اللي احنا عارفينه، تكامل دلتا اوف تي من سالب انفينيتي لحد انفينيتي ده بواحد، صح؟ تمام. ايه رايك لو انا حبيت اكامل دلتا 2 تي؟ انا ضربت هنا في ايه؟ ضربت هنا في ايه؟ ليه قيمته باتنين. ماشي. قال لك عشان نقدر نكمل ده، افرض يا عم اليو بتاعتك دي ب 2 تي. حلو؟ اليو تساوي 2 تي، وده معناه ان دي يو تساوي 2 دلتا تي. فضلت بالنسبه للتي، يبقى التفاضل بالنسبه للتي دي يو باي دي تي. تمام؟ وهنا يساوي التفاضل بالنسبه للتي يبقى 2. تمام؟ يبقى الدي يو بيساوي ايه؟ 2 دي تي. حلو قوي. وبالتالي الدي تي عباره عن ايه؟ عباره عن دي يو على 2، صح؟ من هنا. جميل. روح يا عم عوض بقى. يبقى دي هتساوي، بص بقى احنا هنعمل ايه؟ دلتا يو، شلت الاتنين تي وحطيت مكانها ايه؟ يو. ماشي. يبقى دلتا يو. والدلتا تي دي شلتها وحطيت مكانها دي يو على ايه؟ على 2، وخرجت النص بره اللي هو ده. التكامل ده احنا عارفينه قيمته بكام؟ قيمته بواحد. تمام؟ يبقى دي كلها على بعضها نص في واحد بكام؟ بنص. حلو قوي. اذا تكامل 2 تي دلتا تي طلع بنص، تكامل الدلتا تي بواحد. يبقى اذا دلتا 2 تي تكافئ كام من دلتا تي؟ يبقى تساوي دي بواحد ودي بنص، يبقى نص دلتا تي. ما هو نفس التكامل، نفس الحدود بنفس كل حاجه. دي طلع نص ودي واحد، يبقى دي مقدار نص دي، او دي 2 من دي. تمام؟ ممكن تقول ان دلتا تي تساوي 2 دلتا 2 تي. حلو. وهكذا نفس الموضوع. تمام كده يا باشا؟ ماشي. طيب، ليه بقى حطها كده؟ يعني ليه حط دي كده؟ انا في الاخر عايز اللي جوه الدلتا ده يبقى بكام؟ يبقى بصفر، صح؟ فلو انا بصيت لهنا ل تي زائد البي، لو انا سويت اللي هنا بصفر، فهلاقي ان التي قيمتها بكام؟ سالب بي على ايه، صح؟ فايه رايك لو انا قمت خلي تي ديت ودخلت دي جوه؟ تمام؟ يبقى تي زائد بي على ايه، وده اللي انا ايه؟ احطه جوه الدلتا اللي هو ده، واقسم على مقدار الامبليتيود. وليه حطوا مودولوس؟ عشان المساحات ما ينفعش تبقى بالسالب، فما ينفعش تقوم قاسمها لي على سالب. تمام؟ دي حاجه بالمنطق برضه فيزيكالي يعني. تمام؟ طيب ماشي. تعالى بقى ناخد شويه امثله على الكلام العجن اللي احنا بنعجله ده كله. المحاضره دي دسمه وقويه وفيها تفاصيل كتير جدا، لو انت فهمتها هتبقى وحش سجن. ماشي. المثال الاولاني بيقول لي سيادتك ايه؟ لو انا عندي فانكشن دي كده سيجنال مضروبه في دلتا اوف تي. تمام؟ ده احنا لسه شارحين. اعتبر يا عم الفانكشن دي رسمتها كده، لما تضرب في دلتا تي اللي هي دي صفرت كل اللي في الجناب ما عدا مين؟ ما عدا المنطقه دي. يوم يطلع الناتج معاك كام؟ يوم يطلع الناتج معاك ده عند قيمه مين؟ التي بتساوي صفر. عند قيمه التي بتساوي صفر، يعني هات الفانكشن دي هنا. فلما اجيب الفانكشن دي هنا
يبقى 5 ناقص جي تي على 7 زائد تي تربيع لما تي ايكوال 0 يوم يحصل ايه؟ يطلع معاك 5 على 7. ما ينفعش تبقى 5 على 7 لان 5 على 7 معناها كده. دي كده ايه عند 5 على 7 قمت راسم خط كده على طول. انا عايز الحته دي بس. فخلاص المهم 5 على 7 ايه؟ اضربها في دلتا تي بس كده. فاهم حاجه؟ يطلع معاك اللي ايه؟ يبقى خدنا الحته دي بس. ماشي. ديك خلاص قربنا نخلص يعني. هنعوض بقى على طول. هنا تي بتساوي 2 يبقى نعوض هنا تي بتساوي 2 يطلع معاك الناتج كام في الاخر؟ 7. طب ديك هنا نعوض عن اوميجا تساوي 5. ماشي. لما اوميجا هنا بتساوي 5 يبقى انا عندي اكسبوننشال جي نص 5 يبقى 2.5 باي زائد 2. تمام. طيب لما نيجي نفك دي هيبقى عبارة عن اكسبوننشال جي 2.5 باي في اي اس 2. تمام. تعال نحلل دي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن كوزين 2.5 باي زائد جي ساين 2.5 باي. تمام. تلاقي دي بصفر. 2.5 باي دي اللي هي كانها 90 يعني. كوزين 90 بصفر ودي ساين 90 اللي هي بايه؟ بواحد. فيطلع الناتج بتاع الحتة دي بس. يطلع ناتج الحتة دي كلها بكام؟ بواحد. واحد مضروب في اكسبوننشال قصدي بجي. هنا جي يا عم. تمام. ما جي في واحد يطلع هنا جي. تمام. ومضروب في ايه؟ في اي اس 2 اهو. جي في اي اس 2 كاتب لك الشرح بالتفصيل يعني متقلقش. لما عوضت اليوم ب5 طلع الناتج ده. تمام. حللته فكيته. بعد كده ايه؟ كوزين 2.5 باي زائد جي ساين 2.5 باي. دي بواحد دي بصفر فيطلع الناتج هنا جي. جي يتضرب في مين؟ يتضرب في اكسبوننشال في اس 2. تمام. يبقى ده الناتج الايه؟ الناتج الحل بتاعك. كده المحاضرة بتاعتنا خلصت. ده كده اتكلمنا عن المحاضرة دي عن الامبلس واليونت ستيب. تمام. دول أشهر وأقوى نوعين في الإليمنتري سيجنال. وهنكمل بقية الأنواع المحاضرات الجاية بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.